مربو الماشية يستبشرون بوفرة الكلأ ويتوقعون انخفاض أسعار المواشي. المطرية الأخيرة ومنع ذبح النعاج، حيث انخفضت أسعار العلف وارتفع العرض في الأسواق. استبشر مربو المواشي بجهة الدار البيضاء سطاط بعودة الخضرة إلى المراعي وانتعاش الكلأ بعد سنوات من الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في إنعاش الغطاء النباتي وتقليص الضغط على الأعلاف المركبة التي أثقلت كاهل المربين خلال المواسم الماضية. ما زاد في الغلاء ديالو، اما الغلم الغليظه هي اللي بقات طايحه في الثمن ديالها وبزاف. الغلم ديال 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم هذيك طاحت نص بالنص. ودابا بشحال كطيح لي؟ راه كطيح لي اقل من 70 60 درهم و65 درهم باش كطيح البز. شحال خصو يبيعها وكيبيع ب 80 درهم. وأشار فاعلون في القطاع إلى أن وفرة الكلأ تخفض تكاليف تربية المواشي، ومن شأن تحسن الأحوال الجوية أن ينعكس إيجابياً على أسعار العلف وبالتالي أسعار المواشي. اللحم طايح، الإنسان خاصة من اللحم يبيعوا دابا ب 70 درهم، اللحم ما تيفوش 50 درهم، ويعني الكسيبة موجودة، ويعني إلا بقى هادشي غتولي الكسيبة غطيح ب 30 درهم للكيلو، اللحم ب 35 درهم ما يفوتهاش. يعني الخير موجود ديال الكسيبة اللي كاين تبارك الله. هذا العام ما كاينش، العام كاين اكثر من العام الاول. الغنم اللي كاين هذا العام ما كايناش العام الاول. رغم أن انخفاض الأسعار لم يكن كبيرا بعد بسبب تأخر تزويد مصانع الأعلاف بالمواد الأولية. كما بين رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية أن الغطاء النباتي تنوع بشكل لافت، لكن التراجع في أعداد القطيع الوطني من الأبقار والأغنام بسبب سنوات الجفاف الماضية يتطلب وقتا وجهودا لاسترجاعه، مع الدعوة إلى توسيع الأراضي الفلاحية المسقية لدعم المربين.